السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بكامل بخير وعلى خير وتكونوا بكامل بصحة جيدة في أحسن الأحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات فيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما نبدا نحبكم كامل تصليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام. كما نحبكم تترحموا على ميتي وجميع الموتى المسلمين، ربي يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى. آمين يا رب العالمين. الو حبيباتي، لا روتين تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون روتين بزاف بزاف هايل. راح نشوفوا فيه بزاف حاجات، بزاف وصفات صحية. ونقول لكم اللي مازال ما بداتش معنا غير تنضم لينا. بزاف من الاخوات داروا القلب وبداو معايا، ان شاء الله كامل يوصلوا وين راهم حابين. ومش غير يعني الدبدوبات اللي لازم يديروا الاكل الصحي، حتى يعني اللي عادي لازم نوالفوا انه ندخلوا نظام غذائي صحي. مش نقول لكم حاجه اللي تكون صعيبة عليكم بزاف، غير نحاولوا بشوي بشوي حتى يعني نغيّروا من أنفسنا. صبحت صايمة، اللي راهي صايمة معايا كامل تخلي لي في التعليقات راكم تسمعوا في صوتي. بزيف ما درت الكوراج درت لكم الmontage. أنا الصيام يا البنات واش نقول لكم يفُض فيّا، شفتوا واش معناتها يفُض فيّا؟ نولي فشلانة مع يعني السكر والكوليسترول، بالسيف ما نتحرك. دونك نُض نحاول في روحي باش ندير لكم هاد المونتاج. اليوم إن شاء الله كيما راكم تشوفوا حطيت قهوتي بحدايا. اليوم شربت غير قهوة كحلة مرة كيما راكم تشوفوا بلا سكر. بزاف من الأخوات يقولوا لي: أم شهاب وعلاه ديري السكر في القهوة؟ دونك أنا فيا طبيعة يا البنات كي نصب قهوتي ندير مغرف، وهي وأنا ما درتش كامل السكر فيها. دونك فيا هكا طبيعة. اللي ما يعرفونيش إنه قهوتي نشربها ديما مرة بلا سكر. هي حطيت قهوتي هنا، وليداتي راحوا يقراو. شوفوا هاد لا روتين تاع نهار الخميس كنت صورتها معاكم، مي حبيت نبارطاجي معاكم هاد لا فيديو اللي راهي صايمة وعندها هاد لي زانغريديون تنوض دير فطورها. شوفوا حكمت لهنا الخضرة تاعي كامل نقيتها. درت هذيك البطاطا البنات والزرودية والبيتراف اللي كنتو تشوفوا فيها عفوا في بداية لا فيديو نتاع واحد السلاطة بزاف هايلة. تقدروا ديروها واحد هكا وجبة غداء ولا عشاء. أنا بارطاجيتها معاكم كوم درتها لوليداتي للعشاء يعني. حبيت نبارطاجيها معاكم بزاف هايلة وتجي بزاف بزاف بنينة. ديت لهنا 3 حبات نتاع بطاطا، وكيما راكم تشوفوا البطاطا حالتها حالة هاد الأيامات. كعبة كبيرة شوفوا كيف ما ترجع صغيرة. تنحيو كامل هاذوك النقاط الكحول اللي يجيو فيها، ولقيتها بريسك نصها كيما راكم تشوفوا فاسدة. حاولت نحيت لو ماكسيموم، ومن بعد كي زدت غسلتها قبل ما نحطها تتغلى زدت كيف كيف عاودت نقيتها. هنا الحبات نتاعي تاع الزرودية نقيتهم مع 2 حبيبات كبار نتاع بصل و2 حبات نتاع طماطم. أديت لهنا القهوة تاعي كنت كملتها حاشاكم رميت هاذيك البوبالة، والخضرة تاعي كنت غسلتها. بالنسبة للبصل والطوماطيش راح ندير بيهم لوبيا خضرا. شوفوا اللوبيا الخضرا تاعي كانت عندي في المجمد، كان جابها لي الزوج عندها واحد هكاكا السمانة. وكون ما طيبتهاش كنت نقيتها البنات، قطعتها غسلتها تخي بيان تحت العين، نشفتها درتها في ساشي عفوا د كونجيلاسيون ودخلتها للمجمد. كي ديسيديت نطيبها جبدتها حطيتها مباشرة في القدرة، درت لها شوية تاع ما وحطيتها البنات تتغالى مدة 10 دقايق لا أكثر، يعني شوية برك وتنحيوها. من جهة أخرى كنت خديت نص صدر نتاع الدجاج رحيته، درت شوية نتاع لاشابلي حوالي هكا 2 مغارف. كترت الثوم كيما راكم تشوفوا، معدنوس مقطع رقيق. اللي ما عندهاش الثوم تقدر دير نص راس نتاع بصل تقطعه ولا ترحيه تضيفوا مع هذاك البصل. ودرت توابل نص مغرف نتاع طماطم مصبرة، فلفل عكري، شوية توابل خاص بالدجاج، وفلفل الحلو طبعا الملح. وبديت نعجن في الفيونداشي كيما راكم تشوفوا. حاولت نحل هذيك الطماطم المصبرة. جربوها بهذه الطريقة وتشوفوا واش يجيكم بنين يا البنات. دونك أول مرة ندير فيها أنا طماطم مصبرة هكا صدر تاع الدجاج وجات بزاف بزاف بنينة. اللي تحب الكمون تقدر دير شوية نتاع كمون تجي الطعمة تاعو بزاف هايلة. عجنتو تخي بيان، من بعديكا كورتو ونروح مباشرة نحمرو. من داري يعني كيما تشوفوا البنات هاد الكريات تاع الدجاج
نحاول ديما نرمدهم في شوية تاع فرينة باسكو المقلة تلصق شوي. الخطرة هذه ما درتش الفرينة، قُلت لكم نحاول نطيب الصحي على قد ما نقدر، دونك درت 3 مغارف نتاع زيت كيما راكم تشوفوا في المقلة وحطيتها تسخن مليح، كونميم لصقوا لي شوية برك الكريات كون باش ما نفزدلهمش وما نفزدلهمش لا فورم نتاعهم، أيا جبت هاد الspatule تاع سيليكون وحاولت إني نحيهم من تحتها غير بشوية، وخليتهم يتحمروا مليح، يعني ضروري هنا تخليوهم يحمروا بهذا الشكل، يعني هذاك يديو هذاك الحمورية الغامقة باش هكا يسيبوا لكم كامل هذيك الطعمة تاعهم في الزيت، وفي نفس هذيك الزيت يا البنات راح نحمصوا فيها البصلة يعني ونكملوا نطيبوا فيها كامل اللوبيا الخضرا نتاعنا. شوفوا هنا البيتراف تاعي راهو يغلي، وكنت درت شوية لوبيا خضرا لوبيا خضرا. شوفوا أنا من بكري تروح لي الهضرة وزدت مع الصيام واش نقول لكم. هيا لوبيا خضرا كنتو تشوفوها في الكاسرونة البنات راح ندير بها السلطة، البطاطا تاعي كيف راهي تتغلى، هنا البصل هاذوك 2 ريصان كبار كنت قطعتهم شرائح، حمّصتهم تخي بيان في المقلة، من بعديكا كيما راكم تشوفوا رجعتهم لهنا لا كوكوط، زدت عليهم 2 حبات نتاع طماطم اللي كنت نقيتهم قطعتهم مربعات صغيرة وراح نتبل، درت ملح، فلفل الكحل، شوية توابل خاصين بالدجاج، و طماطم مصبّرة، هذا واش كنت درت les épices وراح نخليها ثاني تزيد تتقلّى حتى هذيك الطماطم تطلق روحها. بالنسبة للوبيا الخضرا كيما قُلت لكم البنات تغلي 10 دقايق هذا مكان باش نحيو لها هذيك الطعمة تعرفوها هي تجي صامتة وتجي فيها واحد هكا l'arrière goût نحيو لها غير هذيك الطعمة القاصحة اللي تجي في هذا مكان. من بعد ما غليتها صفيتها وجيت لهنا رميتها على هذاك البصل والطوماطيش و les épices وراح نزيد نخليها تتقلّى ساعة على ساعة نحرّكها هكا باه تتشرّب طعمة هذاك البصل والطوماطيش و les épices وتجيكم بنينة. مداري أنا اللوبيا الخضرا تاعي يعني نقليها، الزوج يحبها تكون مقلية، من بعديكا نعاود نرجعها لاصوص كيما تعرفوا بهذه الطريقة يعني تجي بزاف ميدمة وتجي فيها بزاف زيوتات. الخطرة هذه حاولت نطيبها ب3 مغارف نتاع زيت لا أكثر ولا أقل، هكاك يا البنات وجات واش نقول لكم بزاف بنينة. هنا حبيباتي من بعد ما تقلات مرقت بالماء، شوفوا هنا الماء حاولوا إنكم تخليوه جوست ما تكتروش ياسر باسكو ديجا اللوبيا تاعنا غنية بالماء. رميت هاذوك الكريات نتاع الدجاج من الفوق وزدت الفلفل نتاع الحار، كانت واحدة المشتركة سقستني يا أم شهاب الفلفل الحار يعني ما يتحلّكش، نقول لك لا حبيبتي ما يتحلّش، دونك خليت لهنا اللوبيا تاعي طيب على نار اللي تكون هادية، قد ما كانت يعني البنات النار تاعكم ناقصة راح طيب لكم تخي بيان وتتجمّر معاكم، خليتها طيب ورجعت لهنا راح ندير اليوم كسرة نتاع القمح الكامل، كيما شاركت معاكم يعني شي التسميد تاع القمح، بزاف من المشاركات اللي كانوا قالوا لي يا أم شهاب السميد تاع القمح ماهوش صحّي وماهوش مليح مالين السكر، نقول لكم حبيباتي مانيش رايحة ناكل منه يعني خبزة كاملة، ماشي كي راني نطيب معاكم كيما هاكا تبان لكم كي شغل رايحة ناكل quantité كبيرة كيما أمالفة، لا شوفوا مدايرة قانون، يعني أول حاجة الكسرة que ce soit تاع الشعير ولا نتاع قمح ولا حتى الخبز العادي، يعني الحمد لله يعني من نهار بديت ريجيم دركا عندي واحد ال15 يوم الخبز ما ذقتوش خلاه يا البنات، يعني نحيته من قاموسي، نحاول نعوّضه بهذا الكسرة اللي تكون صحية، دونك كي نطيبها راح ندّي منها même pas ربع، يعني نحكم نقسم الكسرة تاعي على 4 هذاك الربع نقّص منه شوية، هذاك اللي نتغدى بيه، أما بالعشا ما ناكلهاش في العشا عفوًا ما ناكلهاش كامل، وبالنسبة للكمية كيما نقولوا تاع لوبيا خضرا ندير هاد البول اللي راكم تشوفوا فيه نتاع الشوربة، نعمرو لوبيا خضرا ناكل بهاديك الطرف تاع الكسرة واللي بقات هكاكا نكملها وحدها يعني بلا كسرة، وصدقوني نشبع ووالفت يعني كون نزيد على الكمية هاذيك نحس روحي شغل منفوخة ما نحسش روحي كامل à l'aise دونك حطيت الكسرة تاعي تتعجن كيما راكم تشوفوا في البيترا، وشوفوا لهنا même pas 9:30 كنت كملت كلش، هاذيك البطاطا البنات كانت اتغلات، كنت بزيتها بالفرشيطة كيما كنتم تشوفوا درت لها شوية برك زيت تاع هذاك الثوم وشوية تاع زيت زيتون، بزيتها وخليتها تبرد، الخضرة تاعي
تاعي كانت كامل طابت. دونك البيتراف كنت ربيته، الزرودية خليتها خضرا وربيتها حتى هي في الرابوز الجهة الصغيرة، وكنت غليت حوالي كيكا 2 مغارف نتاع راوز باه نديرهم في هاد السلاطة. كيما قلت لكم السلاطة تاع نهار اليوم وحدها يا البنات كافية، يعني مش لازم ديروا معاها لا كسرة ولا ديروا معاها البنات اللوبيا خضرا، تقدروا وحدها وجبة كاملة تتغداو ولا تتعشاو بها. هنا حبيباتي من بعد ما كملت كلش كنت مسحت لو بلون دو طرافاي واش غسلت قرابج. يعني واش نقول لكم يا البنات، زعما اليوم شطرت قلت ما نحطهمش في لافيسيل خليني نغسلهم بيدي. فينالمون القرابج اللي غسلتهم العالم بهم ربي. البرمه اللي غليت فيها اللوبيا خضراء اللي كنت نقيت فيها الكسار اللي غليت فيهم. واش نقول لكم مع التصوير يدير شويه ثاني أماعن. يعني الله المستعان ندمت لي ما حطيتهمش في واحد لافيسيل. هنا حبيباتي الكسرة تاعي كانت خمرت، يعني من بعد ما تعجنت كنت نحيتها من البيتران حطيتها في كيس بلاستيكي وخليتها حوالي هكا ساعة ولا ساعة ونص ضعف الحجم تاعها. ورجعت لهنا لوزتها قرصتها أثقبتها وديتها مباشرة نطيب فيها في الطاجين بعد ما حطيته سخن. صدقوني يا البنات جات بزاف هايلة. هاد الكسرة كلاوها وليداتي، يعني عكس الكسرة تاع الشعير، معاد كلاها وما فاقش كامل بها. خطيفات غير شيها بلي كلا الكسرة تاع الشعير وجانا دقت منها شوية. من الخطرة هذه كلاوها كامل. هاي ليكم حبيبتي جاوني الله يبارك 4 خبزات على كما تقول اليوم ربي يرحمها على دور الطاجين. طيبتها حميمر الله كيما راكم تشوفوا. من بعد جيت لهنا نقصها معكم وتشوفوا كيف ما جات لداخل، جات مفخفخه خفيفه بزاف بزاف هايله. من بعديك هنا حبيباتي كملت طيبتها كامل بنفس الطريقه. هاي لكم لوبيا خضراء تاعي من بعد ما طابت تجمرت، تشوفوا كيف ما لاصوص تقعد فيها غير شويه يا البنات، يعني ما تخليوش لاصوص فيها ياسر. واللي تحب جوازات نتاعها يعني تاكلهم بالمخرف اكيد راح تخلي لاصوص اكثر من هكا. هنا كانت طابت غلقت عليها ورجعت للسلطه نتاعي. سلطتنا نهار اليوم البنات راح ندير لها صلصه تكون صحيه. جبت هاد العلبه نتاع فرماج الريجيم هذا البنات صومام ولا امير، هايل بزاف مليح ويوالم حتى الفطور الصباح. درت لها شويه نتاع ملح فلفل الكحل، راح ندير شويه نتاع زيت الزيتون وندير لهنا الخل نخلطها تخي بيان بعديكا نخففها بشويه نتاع ما. وطبعا نذوقوها على الملح، الا لقيتوها ناقصه شوي تزيدوا لها شويه ملح باسكو السلطه الا جات مسوسه راح تجيكم صامته. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا جاتني شويه ثقيله، دونك زدت لها شويه نتاع ما حوالي كاكا ربع كاس نتاع ما. جبت الصحن نتاعي تاع التقديم وراح نبدا نحط هذيك البطاطا. شوفوا البطاطا كي ديروها في هذا الشكل راح تجي هايله البنات في السلطه وما تبانش كامل باللي راهي مرحيه. راح تستغربوا تقولوا لي يا ام شيها ولا ما خليتيهاش طروفه، نقول لكم هكا خير يا البنات مع هذيك شويه نتاع زيت زيتون وهي ديجا مالحه يا البنات، يعني طيبتها في الملح وزدت لها شويه هذاك الزيت تاع الطون راح تجيكم بنينه. من بعد ما حطيت طبقه نتاع البطاطا نبدا ندير في الطبقات تاعي تاع الخضره. نحاولوا نسقوا الالوان، يعني نحطوا الالوان تكون متناسقه باش تعطينا هذيك النظره الجماليه. تعرفوا يعني العين تاكل قبل الفم. كيما كنتو تشوفوا حطيت البطاطا زدت شويه نتاع طون وحطيت كميه من هذيك لاصوص. زدت لهنا هذيك الزروديه كيما قلت لكم الزروديه تاعي البنات خضره ما كنتش طيبتها، يعني خضره من بعد ما غسلتها درتها في لاراب في الجهه هذيك الرقيقه. زدت لهنا شويه نتاع صلصه وزدت لهنا شويه نتاع مايس. راح نزيد شويه لوبيا خضراء وأشقفة حبيباتي نحط شوية من هذيك الصلصة حتى نكمل نحط كامل الخضرة تاعي. يعني تقدروا لهنا البنات تضيفوا البسباس الكرنب أي خضرة تفضلوها انتوما. كما تقدروا تستغنوا بتاتا على البطاطا، تقدروا تستغنوا على الروز، يعني يقعد لكم الاختيار. قلت لكم هذه السلطة تكون مشبعة وحدها يا البنات، يعني ديروا هكا وجبة غداء ولا عشاء. دونك شوفوا حطيت هذيك اللوبيا خضراء زدت شويه برك نتاع راوز كيما راكم تشوفوا حفنه صغيره. زدت فوق منه الطون، زدت هذيك الصلصه وعندي لهنا حبيبه ولا 2 نتاع بيض كنت حتى هما غليتهم ربيتهم حتى هما كيما راكم تشوفوا راهم سخونين تالمون ما عنديش البيض حتى جا الزوج سنيته حتى نجا عجبي هذيك ال11 ونص باش جاب لي البيض. وفي الاخير حطيت لهنا هكا البيتراف دوك يطلق البنات هذاك الماء نتاعو راح يتبدل الشكل نتاع السلطة تاعكم وتجيكم بزاف هايلة.
في نيت لهنا البنات بشوية نتاع صلصة، راح نزيد شوية نتاع طون حبيبات نتاع زيتون، وهكا السلطة تاعي راهي واجدة. واش نقول لكم يا البنات، يعني الصحن هذا كلينا فيه غدا وعشاء. أنا ذقت برك منها، يعني في الغدا كليت لوبيا خضرا مي ولادي عجبتهم، وهاي ليكم لوبيا خضرا تاعي من بعد ما طابت جات مجمرة الله الله وجات بزاف بنينة. السلطة نتاعي قلت لكم كلاو فيها غدا وعشاء، وقعدت لي كوميم هكاكا، وقعدوا لي قعدت لي شوية تاع خضرة اليوم وغدوة، زدت تعاود تخلطها لهم، والله يبارك دارت لي صحن واحد آخر. تجي هاد السلطة يا البنات زاكية. والكسرة تاعي من بعد ما طابت واش نقول لكم جات بزاف بزاف هايلة هاذيك الكسرة. شوفوا السلطة البنات لهنا كيف ما تجي. هذاك المزيج نتاع الخضرة كامل مع بعضها راح تعطيكم واحد البنة مع هاذيك لاصوص يا البنات، تجيكم هايلة. حوحوش كروحهم الصباح وأنا نقول لكم بنينة بنينة. نحبكم يا البنات كي ندير هكا حاجة كامل تنوضوا تجربوها وتستمتعوا بالبنة نتاعها. شوفوا الكسرة كيف ما جات خفيفة مع حليتها يا البنات تحلات عادي. جوزنا بها هاد اللوبيا خضرا كيما راكم تشوفوا. واش نقول لكم بزاف بنينة. دونك كان هذا هو غدانا، الحمد لله، نعمة اللي عطاها لنا ربي، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. ودوكا حبيباتي جيت نشارك معكم، لكن شفاو كان عندي ديما بروبليم في الصالون نتاعي في البيفيتري، الجهة هاذيك الصغيرونة، كان عندي ديما مشكل فيه إنه كي تصب النو الصالون تاعي تفيض. يعني الأيامات اللي فاتوا يا البنات صبت شوية تاع نو، الصالون تاعي كامل تولي ما. البيفيتري يدخل لي الماء باسكو تضرب فيه النو. كيما درنا له يا البنات جوانتيناه، درنا له الدالديسون من برا، نحيناه عاودنا ركبناه. شوفوا درنا له الحلول كامل، مي كيما تقولوا ما ربي يرحمها با moyen. يعني ما فاد فيه حتى حاجة. دونك كان الزوج دار هذا التيندات اللي راكم تشوفوا فيهم هنا، صورتهم لكم كي يدخلهم قبل ما يجي الخدام يبدا يخدم. دونك صورتهم لكم دار للبالكون تاع الصالون، ودار للبيفيتري تاع الكوزينة. هذاك الطويل اللي راكم تشوفوه من هيكاتك تاع الكوزينة، وهاذوما الزوج نتاع الصالون. كان ركبهم يا البنات والحمد لله. يعني هكا كي تعود تصب النوم ما تدخليش كامل للصالون. دوك نعيط لكم، يعني الحيط كيف ما فزد لي كامل، والله غاضني باسكو مخدومة جديدة الصالون تاعي. شوفوا كيف ما فزد لي الحيط من النو، مالغري يعني البنات كيما قلت لكم مخدومة جديدة مي هكاكا وفزدت لي. الحمد لله، يعني كان هذاك الريدو مغطيها ما تبانش. دونك ركبوهم يا البنات ودوك تشوفوهم. صورتهم لكم. أنا كنت خرجت يعني كي جا الخدام كنت خرجت، هاذوما ركبهم بنهار الخميس. دونك أنا كنت خرجت كي روّحت في الليل صورتهم لكم في الليل من برا، هاهم ليكم لهنا كيف ما جاو من برا. إن شاء الله نزيد نكمل لي شامبر والطاقة هاذيك تاع الكوزينة اللي فيها لي بلانط، باسكو شومبرتي عندي واحد الجارة يا البنات الله المستعان. لكن خَسْلت الطاقة تسيح عليَّ الما. شوفوا يعني دارت فيا العجب الصيفة هذه. إلا كان غسلة قش تحطو هكاكا بالماء يسقطر في الطاقة، ساعات أخرين نكون ناشرة فراشاتين نجبدهم يكترو اوتوماتيكمون البنات كي نحيهم من الطاقة هكاك مبلولين ندخلهم طول للماشينة، رغم أنو نضاف فندخلهم طول للماشينة يتغسلوا. الله المستعان. وفرات قلت ندير تيندا للطاقة تاعي وهكا نتهنى من تكسر الراس كامل. وهنا حبيباتي نكون وصلت لنهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى انها نالت اعجابكم. وإلا عجبتكم حبيباتي نقولكم متنساونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما. ولأول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي متنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس يصلك جديد القناة. من قناة نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، واستنوني في فيديوهات جديدة. سلام.